الآن وصلنا وياكم للإعلان عن الثلاث مرشحين في مجال التصوير الفوتوغرافي. هذه لحظات اللي ينتظرها المشاركون وأيضا الحضور وأيضا من يشاهدنا عبر منصات التواصل والقنوات الإعلامية. المرشح الأول هو آراس محمود من محافظة أربيل. آراس عمره 22 سنة. العمل اللي قدم آراس هو لأجمل بحيرة في أربيل وهي بحيرة فيلاو. المرشح الثاني علي محمد كاظم. وين علي؟ تقوم موقف خلي يصفقوا لك خلي يفتش. علي محمد كاظم، مرحبا يا علي. من مواليد 1997 من مدينة كربلاء المقدسة. قدم عملا باسم سرعة الزمن، وفكرة العمل أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك بعد ما تلحق. يلا. أما المرشح الثالث فهو حيدر محمد من محافظة ميسان. عمره 23 سنة. العمل اللي قدمه حيدر محمد من ميسان هو باسم الإنسان في معامل الطابوق، أي الإنسان والصناعة. الآن يتفضل مشكورا المهندس الأستاذ علاء معن أمين بغداد للإعلان عن الفائز الأول في مجال التصوير الفوتوغرافي من على خشبة المسرح. أستاذ علاء ما جاي؟ العفو أستاذ، أتوقعك مني أنا. أهلا. أهلا. مرحبا، شلونك؟ أنا أول مرة ألتقي بأمين حلو هيجي. أشكرك شكرا جزيلا. تفضل. تفضل. الخيرات. الحقيقة أنا سعيد جدا أنه أكون في أوزع جائزة التصوير الفوتوغرافي. صاحب مهنة العمارة لن يكون معمارا ناجحا إن لم يكن مصورا بارعا أو متذوقا للتصوير. فرح نعلن الفائز الأول. بسرعة راح تعلنها سيدي الأمين. وين علي؟ هلا. الفائز الأول في مجال التصوير الفوتوغرافي هو حيدر محمد. ألف ألف مبارك لصاحب الصورة في معامل الطابوق حيدر محمد من محافظة ميسان. شكرا جزيلا للسيد أمين بغداد المعماري المهندس المعماري علاء معن. شكرا لحضرتك. شكرا. ألف مبارك حيدر. خلينا نسألك سؤال حيدر. تجي يمنا حيدر. أستاذ جبار، حيدر شنو راح تشكل لك هذه الجائزة بالمستقبل؟ الجمهور هناك من المايك. اي هذه الجائزة راح تشكل بداية لانطلاق يعني الروح الشبابية لأجل صنع عراق أفضل، وهذه إن شاء الله تكون بداية، وإن شاء الله تكون بداية إن شاء الله تكون بداية لروح الشباب، وأهدي فوزي إلى المتسابق الثاني والثالث، وهذه أمنيتي إنه كان هم يكونون بدالي. شكرا جزيلا. شكرا يا حيدر. شكرا لك حيدر. أكيد هم فائزين أيضا. نعم. كل فائز إن شاء الله. شكرا. شكرا لك. شكرا. تفضل. أستاذ جبار، ظل عندنا نعلن الفائز الثاني والثالث. أنت تختار من حقك إنه تعلن الثاني أو الثالث. أعلنت واحد الثاني حيبين. هو أستاذ جبار كان عنده مشكلة كبيرة، هم زين واحد من الإخوان جا ساعد قال لي بس ما راح أقولها شنو. المهم الفائز بالجائزة الثانية هو لو هي أعتقد هو آراس محمود. ألف مبارك للفائز الثاني آراس محمود. إذن الفائز الثالث هو علي محمد.